الموتوسيكل ده يا جماعة جاي الفرامل اللي ورا بتاعته فيها مشكلة. صاحب الموتوسيكل بيشتكي من الفرامل وبيقول ان الباكن بتاعها فيه مشكلة مش شغال، على الرغم ان هو لسه عامله من فترة قريبة. طبعا الفني اللي اشتغله ركب له واحد تعديل بتاع موتوسيكل تاني. فطبعا احنا هنشيل كل الكلام ده لان هو خلاص اهو بايظ، مفكوك اهو من بعضه وبايظ، وادي الزيت اهو بينزل منه. تمام. هنفكه ونشوف ايه المطلوب ونعمله ان شاء الله. المكنة دي فيجوري، وطبعا زي ما انتوا عارفين اكترية المكن الجديد قطع الغيار بتاعته مش متوفرة بنسبة كبيرة. فطبعا احنا هنحاول نشوف حاجة تظبط معاه وهنركبها ونرجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا حاولت اصلحها بكل الطرق على قد ما اقدر علشان اقلل التكلفة على العميل، لكن للأسف كانت متهالكة خالص. الحمد لله قدرت احل المشكلة واركب حاجة تظبط عليها زي الاصلية. المهم بعد لما ركبت الفرامل كنت ملاحظ ان الفرامل مش احسن حاجة والدواسة بتغرز ومفيش اي استجابة، فقلت لازم اشوف ايه الحكاية. بدأت ابص على خزان زيت الفرامل لقيته ناقص شوية، زودته لحد المعيار المناسب وبعدها بدأت اهوي الباكم واطرد الهواء من الفايز. كمان نضفت حوالين الباكم وشديت مسمار التنفيذ وعملت اختبار بعد كده، والحمد لله النتيجة فرق كبير. طلعت اجرب الموتوسيكل بعد لما خلصت شغل. دلوقتي اول ما ادوس على دواسة الفرامل الموتوسيكل بيقف فورا، الاحساس بقى مختلف تماما. الفرامل رجعت قوية وثابتة ومفيش اي تأخير. بصراحة اللي يهمني دايما هو الامان، وفرامل كويسة بتفرق جدا في اي موقف مفاجئ، خصوصا في الزحمة او على الطريق السريع. لو عندك نفس المشكلة متأجلش، الموضوع بسيط بس تأثيره كبير. تابع دايما الصيانة وخليك على طول مطمن على فراملك.